اهلا بيكم. انت واحد من متابعين الرياضه في مصر، عايز تعرف مين هي الصفقه الكبرى اللي عاملها النادي الاهلي في الفتره دي، اللي هو ايفرتون باي سي دي سيلفا، وايه دخل البنك المركزي في انه يوقف صفقه بالحجم ده للنادي الاهلي. وكمان هنعرف مع بعضينا في الحلقه دي مين هو اول الراحلين عن النادي الاهلي، وكمان واحد تاني من ضمن المغاربه الموجودين داخل الفريق هيرحل عن النادي الاهلي بقرار مارسيل كولر ومحمود الخطيب. وكانت الكاس القطريه بتعلن عن ضم نجم النادي الاهلي ولكن في الفتره المقبله. يلا بينا نبدا الفيديو، بس في البدايه بعد اذنك كله طلبه من حضرتك نوصل بالفيديو ده 1000 لايك، ويلا نبدا الفيديو. ايفرتون باي سي دي سيلفا. كلنا عارفين ان النادي الاهلي محتاج وينج شمال بعد اصابات كتيره جدا اقتحمت النادي الاهلي، سواء في علي معلول اللي خلى اداء النادي الاهلي نزل وبشكل كبير جدا محدش عارف يملى مكانه، وكمان مكان محمد عبد المنعم اللي مش لاقيين مكانه اصلا. في كتير موجود بديل ليه ولكن مش بالكفاءه بتاعه محمد عبد المنعم. ده اللي خلى الاهلي يتعاقد مع وينج شمال بديل لعلي معلول، وهو كابتن ايفرتون باي سي دي سيلفا البرازيلي. اللاعب ده مميز جدا، هو بيلعب وينج شمال ولكن مش دولي. هو رحل عن البرازيل من 8 سنين، كان عنده 20 سنه، هو حاليا عنده 28 سنه. ايه اللي يخلي البنك المركزي المصري يوقف صفقه كبيره بالشكل ده للنادي الاهلي؟ شروط البنك المركزي المصري للنادي الاهلي اني مش هقدر ادخلك كل المبلغ ده مره واحده. اللي مطلوب منك عشان تتعاقد مع الصفقه دي انك هتقسط المبلغ، وتقسيط المبلغ دواتي ممكن يكون فيه بعض المشاكل من ناحيه اللاعب. يعني اللاعب ممكن يرفض التقسيط على المدى البعيد، لانه البنك المركزي المصري مش هيقدر يضخ الكميه دي كلها في ظرف او في الوقت اللي احنا بنمر فيه في البلد وازمه الدولار الشائعه في مصر كلها. فده اللي خلى الصفقه دي ممكن تفشل. اول حاجه واول بند حطه البنك المركزي هو التقسيط. طيب نعدي مرحله التقسيط بقى ونخش في مرحله تانية خالص. هي ايه؟ البنك المركزي المصري قال للنادي الاهلي اني هقدر ادخلك 1,500,000 دولار في كل كام؟ المفروض نقول شهريا؟ لا، هيقدر يدخله 1,500,000 دولار، وده الشرط اللي حطه البنك المركزي علشان يدي النادي الاهلي الدولارات اللي محتاجها. 1,500,000 دولار بس على كام؟ مش كل شهر ولا شهرين، لا، كل 3 شهور هدخلك 1,500,000 دولار، ما يعادل 500,000 دولار شهريا يضخها البنك المركزي للنادي الاهلي. وده اللي ممكن يعطل صفقات كتير جدا من النادي الاهلي، والنادي عنده امكانيات انه يشتري، النادي الاهلي عنده امكانيات انه يشتري اغلى لاعبين ممكن تتخيلها. ولكن المشكله عندنا في ان في ازمه في الدولار، فجمهور النادي الاهلي وكل الجمهور اللي عايز يعرف ايه اخبار ايفرتون باي سي دي سيلفا اللي الاهلي اعلن عنه في قناته الرسميه، ولكن الى الان الصفقه متعطله على بعض الاجراءات، او نقدر نقول على قرار البنك المركزي. طيب هل الاهلي فعلا محتاج وينج شمال؟ الاهلي محتاج وينج شمال، لكن في حاجه هقولها لكم هي اغرب حاجه ممكن تسمعها. مين هو الراحلين عن النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ الراحلين عن النادي الاهلي في الفتره اللي جايه هو اولهم رضا سليم. رضا سليم راضي تماما، الراجل اسمه رضا وراضي على انه يرحل من النادي الاهلي، ولكن بشرط اخد باقي مستحقاتي كلها، والاهلي ما عندوش مانع ووافق على فكره انه يدي رضا سليم باقي مستحقاته ويفسح المجال لاخرين انهم ينضموا للنادي الاهلي. تعال نشوف التاني بقى مين؟ بيرسي تاو. بيرسي تاو خلاص هيرحل عن النادي الاهلي لانه عنده عرض قطري كبير جدا، وبيرسي تاو موافق على العرض، والنادي الاهلي ما عندوش مانع ان بيرسي تاو يرحل علشان يسيب مكان فاضي لغيره. طيب نراجع بقى مع نفسنا بقى قائمه النادي الاهلي. احنا عندنا موديست لما مشى ما جبناش بديل ليه، عندنا بيرسي تاو اهو خلاص هيمشي برضو ما عندناش بديل ليه، وعندنا رضا سليم. عندنا 3. الثلاثه دول في 3 اماكن متاحين قدام مارسيل كولر وقدام امير توفيق وقدام محمود الخطيب انهم يجيبوا صفقات تدعم الفريق. اولا واخيرا حابب اقول بس حاجه لاداره النادي الاهلي. انت عندك لاعب كفاءه ومش هتعرف تعوضه، ما تبيعوش. محمد عبد المنعم انت من ساعه ما مشيته وانت مش لاقي بديله، بتبدل، مره تحط لنا يحيى عطيه الله، مره تحط لنا خالد عبد الفتاح،
مره ياسر ابراهيم، وكل مره بتجرب بواحد شكل ومن فشل لفشل. ده اللي بنشوفه. لكن اللاعب اللي عندك انت شايفه عارف انت هو كل الحكايه ان احنا نحصل على بطولات. مفيش مانع انك تجرب، ولكن مش بمعنى انك العمود الاساسي في الفريق هو اللي تضحي بيه. طيب، شباب بلوزداد اللي متحلف للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي بعد مباراه ال6-1، شباب بلوزداد مش هيعدي الموضوع ده على خير. ولكن كل الموضوع ان شباب بلوزداد اعلنوا النهارده على موقعهم الرسمي انهم الان هي مباراه رد الاعتبار بين الاهلي وبين شباب بلوزداد. المباراه هتكون بكره يوم الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، الساعه 10 بتوقيت السعوديه، الساعه 11 بتوقيت ابو ظبي. المباراه طبعا مش هحب اقول لحضراتكم عن سخونيه المباراه، ولكن المباراه هتكون على صفيح ساخن في ظل ان النادي الاهلي متصدر مجموعته برصيد 7 نقط بفرق عن اورلاندو اللي هو عنده 5 نقط. المباراه دي الاهلي لو فاز فيها هيبقى عنده 10 نقط، متصدر المجموعه وبجداره. ولو لا قدر الله حصل حاجه عكس كده، ان شاء الله مش هنفول ونقول حاجه عكس كده، ولكن نتمنى ان النادي الاهلي يفوز في المباراه اللي جايه. نروح بقى للراحلين عن الاهلي واللي اسمائهم خلاص اعلنت انهم هيمشوا من النادي الاهلي. الشناوي طبعا ما جددش عقده. انا بتكلم على الناس اللي عقدها انتهى وما جددش عقده، وفي معلومه ان الشناوي هيجدد عقده بعد مباراه شباب بلوزداد. طيب، اولا محمد الشناوي وبيرسي تاو، اكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمزه علاء، كل دول ما جددوش عقودهم مع النادي الاهلي، وفي يناير اللي احنا فيه ده يحق لهم الانتقال بشكل مجاني لاي نادي هم عايزينه. النادي الاهلي قرر خلاص انه هيحدد الوقت اللي جاي هيكون اللعب على الصفقات وعلى التجديدات للاعيبه النادي الاهلي. اتمنى من كل اداره النادي الاهلي التركيز في الوقت اللي جاي. مباراه شباب بلوزداد مش عايزين نطلع منها بنتيجه صغيره، عايزين نكسب ونكسب مكسب كبير جدا. ما تنساش توقع نتيجه مباراه الاهلي وشباب بلوزداد واكتب لي في كومنت يا جميل، وانا هعمل الكومنت بتاعك على اول فيديو انزله على القناه. وشكرا جدا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو اخر.